وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ممكن نشوفك أساسي مباراة الخليج إن شاء الله، إن شاء الله، أنه الكل فيهم الخير والبركة إن شاء الله. قد جاك عرض أوروبي ورفضته، ليش؟ هو كان المان سيتي العرض الصحيح يعني، وليش رفضته عاد هذا من قبل يعني. شعوري تجاه اللعيبة اللي يقولون ياسر قدوتنا، أول شيء الله يجبر بخاطرهم، وإن شاء الله أني أكون عند حسن ظنهم، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة، والله يعطيهم ألف عافية، لهم مني تحياتي وقبولاتي يعني. تجيك ربكة لما تنزل الملعب أمام الجماهير، لا تجيني لهفة لما أنزل أمام الجماهير، ولا الربكة عندنا هذه من سنين. عزوز تخليه يلعب كرة مستقبليا، والله بكيفه يعني، في راجع له. أنا أب ديمقراطي يعني، مش دكتاتور. تذكر هدفك في النصر الكوبري وكان بالراس؟ نعم، كان على الكابتن محمد الخوجي، ونتيجة انتهت 2 لصالحنا. هل اللعيبة السعوديين تجيهم عروض خارجية ومين يرفض؟ نعم، في لعيبة تجيهم عروض خارجية ولكن ترفض الإدارات، وهذا للأسف أمر غير صحي لكرتنا السعودية. رأيي في مجموعة هلال في آسيا، خلنا نقول متوسطة. أفضل مدرب مر علي كوزمين. بكلمة إيش؟ ياسر لو جاك عرض من القادسية ترجع؟ القادسية بيتي الثاني للأمانة، ولكن الهلال ماخذ عقلي وكل شيء صراحة. هل تفكر انك تكون مدرب بعد الاعتزال؟ ابدا، انا مدرب عصبي. مدرب عصبي، ممكن ادخل الملعب خيزران فما انفع ابدا. ليش دائما اللعيبه يستهترون باخر ايام البطوله؟ كلام عاري عن الصحه، ولا عاد تعم لو سمحت، ولا كان اذا تعم عن غيرنا احنا ما ادري. انا احكي لك عن الهلال، ولا كان الهلال مو بزعيم البطولات، ولا هو ب57 بطوله يا حبيب قلبي. ياسر هل صدق جاك عرض اعاره من الشباب؟ نعم، كان بدايه الموسم اعتقد، او لا الموسم اللي فات، ورفض الاداره طبعا، وانا اساسا كنت حرفض يعني، لانه ما اطلع من الهلال. وعزوز ليش ما تصير مدير للكورة؟ والله أنا ما أشوف إن فيهم يعني إني أحكي أو إني أعطي قرار في الوقت الحالي. ما أشوف إني أقدر أحدد إنه أنا بصير مدير كورة، بصير محلل، بصير مدرب، بصير ممثل، بصير ما أدري. الحين تركيزي بس في إني أكمل وأنهي طموحاتي إلى آخر لحظة مع الهلال. ياسر من أفضل مدرب في العالم حاليا كونتي حبيب قلبي طبعا، كونتي مدرب تشيلسي. رأيي باللاعب ميسي، لاعب يقوم بأدوار ومجهود يحتاج الفريق في الوقت الحالي للأمانة. ياسر نبي دوري وآسيا وكاس ملك إن شاء الله، وكاس ولي العهد وكل شيء إن شاء الله. ليش مدرب ما يشاركني كصانع لعب؟ أنا ما عندي مانع، ولكن أعتقد أنه الشباب قاعدين يقومون يعني بأدوارهم يعني على أكمل وجه يعني. أنا جاهز بالنسبة لي في أي وقت يعني.
سبق وأن لعبتها يعني عام 2014. اللي معك إلى الحين ما تعلموا كيف تحركون مثلك على القائم الأول. لكل إنسان يعني طريقة لعبه وأسلوبه، يعني يمكن عندهم أشياء إلى الحين أنا ما عرفتها أسويها يعني. فسددوا وقاربوا يعني. وش قال لك عمر خربين بعد الهدف؟ حبيبي عمر ما حقول لكم. وش رايك في اللي يستهزئون بالزعيم؟ لا ان شاء الله ما في استهزاء. انتم تعرفون نظرتي انا على التعصب، وارجع المره مليون اقول احب فريقك بيديك ورجليك، سوي كل شيء لفريقك، بس لا تضر احد، لا تضر غيرك، لا تكره غيرك. انت مو مجبر انك تكره غيرك، انت مجبر تحب فريقك وتدعم فريقك فقط. لا تدعم فريقك عن طريق كراهيه الفرق الاخرى او محاوله تعطيلهم او سبهم. لا، انشغل بفريقك فقط وادعمه، وحاول انك تساعد في تطوير ايجابياته وفي تعديل سلبياته، وصدقني حتحس ان كرة القدم حلوة. للبيع الساعة اللي ورا والله بسألهم ما ادري. ايش رايك في كلوب مع ليفربول؟ كلوب لو انت سألتوني افضل مدرب في العالم هو كونتي، ثاني افضل مدرب في العالم هو كلوب بالنسبة لي يعني. ياسر وش اسباب تذبذب مستوى الهلال؟ يا دكتور حرام عليك يا أخي، الهلال متصدر يا أخي وقاعد يقدم كرة حلوة. رفعوا المعنويات، رفعوا المعنويات الوقت هذا. يا سهل ممكن تعتزل نهاية الموسم؟ لا. وين تفصل الثياب؟ ما حقول دعاية. خلوني يدفعون لي بعدين أقول مادي. ايش رايك في احتراف ناصر الله يوفقه والله. اتمنى لسه ان شاء الله عنده الافضل ان شاء الله. بتجدد للنادي ولا بتنتقل لنادي ثاني؟ لا حجدد اصلا، مو حجدد يعني، هو العقد الازلي زي ما قلنا ان شاء الله. ياسر من افضل حارس حاليا عبد الله المعيوف. اذا اعتزلت وين راح تستقر؟ بالرياض ولا بالخبر؟ والله ما ادري صراحه. ايش فريقي المفضل بعد الهلال بالدوري السعودي؟ كل الفرق عندي متساويه يعني، ما عندي لا القادسيه طبعا بما انه معانا في الدوري، لكن بعدهم انا اشوف انهم متساويين للامانه. وش رايك في مهاجم عماد الحوسني؟ الله مهاجم من الزمن الجميل عماد. صدارة بس. افضل صانع لعب مر على الهلال مر على تاريخ العرب هو طارق التعيب بدون ادنى شك. تذكر هدفك على